عندنا هيك حالة، يعني أنت من تقعد مثلا ساعة مثلا ب3 بالليل أو ب3 إلا ربع أو ب3 إلا ثلث أو ب2:30 تمد مصلايتك وتقرأ مثلا أدعية الإمام السجاد في الصحيفة السجادية، أو تقرأ مناجاة المحبين، هم تبكي؟ السؤال إلك، هم تشتاق؟ أنا هم أشتاق لله لدرجة أنه أنا أحب الله وقاعد هيك بهالترافة بهالجمال بهالبساطة، غالق موبايلي منقطع إلى الله، ماد إيدي أقول له إلهي أنا أحبك على ذنوبي على خربطتي على أخطائي، يعني هذا حالي، فأنت يا ربي يعني عيني عينك علي، ساعدني، ابعدني عن المعاصي، عرقل طريق الخطأ اللي أنا مرات أنسى وأروح له، ابعدني عن أولاد الحرام، كفيني شر أولاد المعاصي، خليني إليك، قربني منك، علمني أنت، ربيني أنت، مو أدبني ربي فأحسن تأديبي، الله هو اللي يربي، فتقول له يا رب أنت ربيني، أنت علمني، أنت اختار لي الشيء الصحيح اللي بمصلحتي، أنت يعني ما عندي أنا غيرك، لا عندي أهل لا عندي ناس لا عندي كذا، أنت قوتي، أنت حبيبي، أنت صاحبي، أنت روحي، أنت وهيجي، وخلي بأثناء هذا الكلام الجميل تنزل دمعة رقيقة جميلة من عيونك، دمعة خجل، دمعة حب، دمعة شوق، دمعة حياء، دمعة وله، دمعة قرب. أتخيل يا أخي أي جمال هذا، ايش راح تصير روح الإنسان إذا سوى هالأشياء؟ تدرون راح تنغسل غسل عجيب، راح تطهر تطهير عجيب، وانتو جربوا قولوا هذا اللي يسولف احنا هسه ما خسرانين شيء لعله يكذب، خلينا نجرب، انتم مو بالضرورة تاخذون كل كلامي، بس جربوا أن الإنسان خلي يجلس بين يدي الله في السحار منقطع إلى الله ويقول له يا ربي ما عندي غيرك وأنا ما أتركك، لا أبرح الباب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على عيبي ونقصاني، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فيا ذلي وخسراني.